عندما تحدث على أشياء لم تكن موجودة وبشكل استفز أصدقائنا في المغرب. فنعتذر صراحة ونعتذر على ذنب مبعوثين أجانب على أنه تجهيزات والبنية التحتية الرياضية كانت على مستوى عال من الجاهزية وملاعب عصرية تستجيب لأعلى المعايير الدولية، مرافق متكاملة، وفرت ظروف مثالية لكل المنتخبات ولممثلي وسائل الإعلام وللجماهير القادمة من كل حدب وصوب للمغرب لمشاهدة كأس أفريقيا. هذا الاستثمار الذكي في البنية التحتية حامد هو رهان استراتيجي على مستقبل الرياضة في هذا البلد اللي يستعد طبعا لتنظيم كأس العالم 2030، وهو حدث كبير أيضا يسعدنا ويشرفنا كعرب أنه بلد عربي آخر ينضم لقائمة المنتخبات أو البلدان العربية اللي تنظم كأس العالم. دونك هذا علاش لازم الإشادة بحسن التنظيم اللوجستي والأمني وبسلاسة التنقل وبالتنسيق المحكم بين كل المتداخلين، وهو يجعل البطولة تنطلق في ظروف استثنائية وتتواصل في أجواء متميزة من الانضباط وحسن التنظيم وحسن التسيير والتدبير، حاجة لابد أن نتوقف عندها لنعطي لكل حق حقه في هذا الظرف الصعب وفي هذه الظروف الصعيبة. شفنا المناخ كان صعيب، شفنا الطقس كان أمطار الخير على مدى أيام عديدة تتابعت على المغرب، ما وقفت حتى مقابلة، ما تعرضت حتى لاعبين ربما حتى لاعب لمشاكل أو حتى لإصابات. نعرفوا الأرضية وقت تبدأ مبلة حتى في بطولات أوروبية، حتى في بطولات كبيرة شفنا ملاعب على عراقتها وعلى تاريخها اللي احتضنت مباريات كبيرة ووقفت فيها المباريات. في المغرب ما شفناش هذا الأمر. حفاوة استقبال الضيوف أيضا كانت عنوان بارز بالنسبة للأشقاء المغاربة اللي يعودون دائما وأبدا بحسن الضيافة، حيث جسد المغاربة مرة أخرى قيم الكرم وحسن الضيافة وحرصوا على توفير تجربة إنسانية ثقافية مميزة لكل المنتخبات والجماهير الأفريقية، الشيء اللي قوي أواصر الأخوة والانتماء طبعا في أفريقيا ولكل البلدان والشعوب الأفريقية. دونك النجاح باهر هذا يؤكد المغرب بات فاعلا محوريا في المشهد الرياضي الأفريقي وقاد على احتضان أكبر التظاهرات الرياضية القارية كانت أو الدولية بكل اقتدار، مساهم بذلك في الارتقاء بكرة القدم العربية وتعزيز إشعاعها الإقليمي العربي والإفريقي والدولي. فهنيئا لنا بالمغرب وهنيئا للمغرب بما قدمه لحد الآن، وتسويقا للمغرب على هذا الإنجاز وعلى هذا التنظيم وعلى هذا الامتياز. كل شيء كان استثنائي وهذا قلناه قبل انطلاق الدورة. كنا وكبنا يعني التجهيزات الرياضية وحكينا على الملاعب والمنشآت اللي باش تحتضن كأس أفريقيا، أيضا الفندقة والتحضير اللوجستي لكأس أفريقيا تمهيدا لكأس العالم. فأتينا على كل طبعا التجهيزات وكل المرافق اللي أشدنا بها، وهذه حقيقة دون مبالغة ومساحيق.